أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، فيديو جديد ورجعنا لكم تاني مع فيديو جديد عن أهم حاجات هنعملها في امتحان إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. خدنا في الفيديو اللي فات إزاي أشتغل في التعبير الفني، وإزاي أعمل إيه، وإزاي أعمل إطار، وإزاي أبشر. تاني سؤال عندنا اللي هو سؤال اسمه التصميم الابتكاري، وده من أجمل الأسئلة عندك. التصميم الابتكاري ده لازم يجيلك فيه كلمة أو كلمتين أو 3 ويقول لك اكتبهم. لازم. مصر أمانة، مصر الخير، لا للتلوث، أي كلام لازم يجيبه لك بين قوسين كده ويقول لك اكتبهم بخط زخرفي. طيب أنا لو عايز أكتب مثلا، جه مثلا وقال لك اكتب لي تحيا مصر بخط هندسي، أو اكتب لي كلمة تحيا مصر. طب أنت هتكتب تحيا مصر إزاي؟ هتكتب تحيا مصر. طيب دي هتلونها إزاي؟ دي ملهاش مجال إن غير إن أنت تمسك قلم الألوان كده وتمشي تحيا مصر، بس كده. هل ديت ينفع اعمل بقى في الامتحان بالشكل ده؟ لا. في طريقة تانية اسمها طريقة الخط الهندسي. يعني ايه؟ اي كلمة في اللغة العربية بتتكون من حروف، واي حرف ممكن اعمله بالمسطرة بطريقة هندسية. اذا اي كلمة ممكن اكتبها بخط هندسي. الخط الهندسي ده بيتيح لك ان انا بكبر الكلمة، بالتالي بدخل فيها الوان ياما، بالتالي بتديني شكل جمال احسن. عايزك تحط قاعدة في دماغك كده تمشي فيها في التربية الفنية طول عمرك. كل ما الشكل زاد ألوانه زاد جماله. كل ما الشكل زاد ألوانه زاد جماله. يعني كل ما الشكل ما دخل فيه ألوان كتيرة كل ما كان شكله أجمل وأحسن. طيب الخط الهندسي ده بيبقى شكله في النهاية إزاي؟ الخط الهندسي في النهاية بيبقى شكله كده. شايفين الإطار؟ لازم الإطار في كل حاجة. شايفين البشر؟ لازم البشر في كل حاجة. دي كلمة إيه؟ مصر. دي اللي عاملها سنة 6. دي شغل سنة 6. دي كلمة ايه؟ مصر. ادي الميم بخط هندسي، ادي الصاد بتبقى بالشكل ده، ادي الراء، ادي طرق التلوين اللي احنا متعلمينها بتطلع الكلمة بالشكل ده. هل كده؟ هل كلمة مصر كده؟ ولا كلمة مصر كده؟ طبعا في فرق كبير ان انا اظبط شغلي كده بالشكل ده وادخله على المصحح، المصحح يشوف الشكل ده بالمنظر ده كده. طب المصحح لما يشوف انت عامل كده غصب عنه هيديك درجه كويسه. طيب دي الشكل النهائي الخط الهندسي. طيب برضه مصر امانه، اي كلمه ممكن اكتبها بخط هندسي. الميم اهي، والصاد كده، والراء كده، والالف كده، والميم والنون والهاء. ايه تاني عندنا؟ مصر امان يا مصر. 3 كلمات اهي، امان يا مصر. وعاملينها خط هندسي عام جديد. شايفين الكلمه لما بتكبر بحط فيها الوان بتطلع بالشكل ده، عام جديد. شايفين كلمه عيد الام بخط هندسي. كل الشغل بالايه؟ بالمسطره. كل الشغل ليه نسب معينه ومساحات معينه، وديت مش نازله تحت ولا دي نازله، زي ما هنعرف دلوقتي. اعياد الربيع شايفينها؟ كل الحروف ممكن اكتبها بخط ايه؟ هندسي. طب ازاي ده بقى اعمله؟ وده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده ده على السريع جدا، مع ان المفروض ده بيعوز له تمرين كتير. فيا ريت تعرف الطريقه وتدي من وقتك كل يوم ربع ساعه كده تدرب ايدك، لان لازم يجي لك خط هندسي او يجي لك كلمه او كلمتين وتكتبهم. طيب برضه هعمل الاطار. متفقين ان الاطار ده ماشي معايا في كله. عملت الاطار. بعد ما اعمل الاطار مثلا هيجيب لي كلمه تحيا مصر، كلمتين عايز اكتبهم. عملت الاطار هتيجي كده وقايس ده كله طلع 26 نصه 12 ونص، وادي واخد خط. هنا هيطلع برضو زيه 26 نصه 12 ونص، وادي واخد خط. واجي قاسم الصفحه بالمنظر ده. يبقى انا قسمت الصفحه لكام جزء؟ نصين، نص فوق ونص تحت. تمام كده؟ لحد دلوقتي كله تمام؟ تمام يا استاذ. طيب بعد كده اجي جايب النص ده وقسمه كله هندسي في هندسه اهو. ده هيطلع ايه؟ 12 نصها 6، وهنا هيطلع 12 نصها كام؟ 6. واجي موصل الاتنين بايه؟ ببعض. وزي ما عملت فوق اعمل ايه؟ تحت 6 6، واجي موصل الاتنين بايه؟ ببعض بالشكل ده. هبص الاقيني قسمت الصفحه ل4 قد بعض بالظبط. ده قد ده قد ده قد ده. طيب لو جالي 3 كلمات زي امان يا مصر،
يبقى الكلمة الأولانية هنا، الكلمة التانية هنا، الكلمة التالتة هنا. طيب لو جالي كلمتين زي كلمة تحيا مصر، باجي ماسح ده، بمسح الخط اللي في الايه؟ اللي في النص، واسيب اللي فوق واللي تحت. طب اكتب كده؟ قال لك لا، لازم تعمل حاجة اسمها جسم كلمة. زي ايه؟ أي كلمة في اللغة العربية بتتكون من خط أو اتنين أو تلاتة. خط واحد أهو، ده حرف الباء، ودي السي، ودي المي، بقت كلمة باسم. من خطين زي الله، ادي الالف، وادي اللام، وادي اللام الثانيه، وادي اله، بقى كلمه الله. طب اجي اعمل الخط ده هنا ازاي؟ جسم الكلمه ده اول واحد. طب تاني واحد، هاجي حاطط الصفر على اول هنا، وصفر واحد اتنين ونقطه، صفر واحد اتنين وايه ونقطه، واجي موصل النقطتين ببعض. ادي الكلمه الاولانيه، وصفر اتنين وايه، صفر اتنين ونقطة، صفر اتنين وايه ونقطة، واجي برضه موصل الاتنين بايه؟ ببعض. يبقى انا كده جهزت الصفحة للكتاب. ادي الكلمة الاولى، وادي الكلمة الايه؟ التانية. طيب ليه مش 3 سم؟ لان لو كبرت عملت ده 3 سم، هضطر اكبر الحروف اخليها 3 سم عشان تبقى مناسبة للكلمة، فبالتالي المساحة مش هتاخد. طب ليه مش واحد؟ لو واحد هصغر، هتبقى المساحة صغيرة، المساحة هتبقى صغيرة، مش هتاخد ألوان كتير، فبالتالي لازم المساحة ده تبقى 2 سم، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. هتبص تلاقيها شايفين مشتركة في كل قد ايه؟ المساحة قد ايه؟ قد بعضها. تمام؟ طيب جهزت صفحتي كده للكتابة. خلي بالك الخط الهندسي شغله جميل جدا وروعة، بس لازم تكون تعرف الطريقة. نيجي كلمة تحيا، حرف التاء، شايفين كل شغل بالمسطرة، أبعد شوية عن الإطار وعامل واحد نازل، وهنا برضو واحد نازل أهو، وأجي أقفلها منين؟ أقفلها منين؟ من فوق بالشكل ده. خلاص؟ وادي نقطة، وادي نقطة، وادي نقطة، وادي نقطة. طبعا أنا بعمل بسرعة، بس الكلام ده بتبقى إيه؟ بصورة هندسية أكتر من إيه؟ من كده. أدي التاء، تح حرف الحاء، شايفين؟ أجي طالع لفوق كده، وهنا برضو طالع إيه؟ سايب مسافة ونازل كده، وأدي الإيه؟ من هنا كده، ومن هنا كده. خلاص؟ وأجي إيه؟ قافل بالمنظر ده، حرف الحاء. حرف الياء اهي سنه، وايه؟ وسنه، واجي برضه اقفلها بالشكل ده. حرف الالف طالع لفوق اهو، ونازل من هنا لفوق، واحد تحت طالع نازل عشان نهايه الكلمه، واجي ايه؟ قافله من فوق كده، بالمنظر ده كده. خلاص؟ وابدا امسح الزيادات بتاعتي. ده بيتمسح، افتح الحرف في جسم الكلمه، وده بيتمسح، افتح الحرف في جسم الكلمه، وده بيتمسح، افتح الحرف في جسمه، وده بيتمسح، وده بايه؟ بيتمسح كده، وده برضو بيتمسح كده. بصوا ظهرت كلمه تحيا. وطبعا النقط ما انساهاش بتاعت الايه؟ الياء، زي ما انا شايف كده بالمنظر ايه؟ بالمنظر ده. وادي سنه نقطه، وادي الثانيه، وادي نقطة، وادي الايه؟ الثانية. ظهرت كلمة تحيا. وابدأ ألونها. طيب عشان أظهرها أكتر، شايفين لما ألونها بقى وحددتها بعد كده باللون الأسود هيبقى شكلها عامل إزاي؟ شايفين الشكل؟ لما حددتها باللون الايه؟ باللون الأسود هيبقى شكلها إيه؟ احكم أنت بقى وشوف إزاي الكتابة بتبقى جميلة بالخط الايه؟ بالخط الهندسي. شايفين؟ حددت كله باللون الايه؟ باللون الاسود بالمنظر ده اهو. حددت، وهنا حددت، وهنا حددت جسم الكلمة هنا، وادي النقطة، وادي الايه؟ نقطة، وادي النقطة، وادي النقطة، وادي كل شغل بالايه؟ بالمسطرة. عشان كده اسمه خط هندسي، عشان كده بيطلع شكله تحفة تحفة تحفة. شايفين؟ بالمنظر ده. فاضل لي هنا حرف التاء
بالوضع ده. ادي كلمه تحت كده، اعمل فيها اللي انا عايزه. كل ده الالوان اعمل فيه اللي انا عايزه. ده الخط الهندسي. طبعا فاضل لي الحته ديت اهي، ما انساهاش، تظهر عندي كلمه ايه؟ تحويل بخط هندسي. مصر هتبقى زي دي بالظبط، زي دي بالظبط. ميم تتعمل برضه، اعمل الميم هنا والصاد والراء زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده. اكتب تحية هنا ومصر هنا. طيب الون ازاي بقى؟ في حاجه اسمها طرق التلوين. طرق التلوين ديت من اجمل الحاجات اللي بتخلي شغلك حلو، ان انت بتدخل الالوان كلها ببعضها. يعني مش بتمسك الكلمه تديها لون واحد، لا. شايفين لو بصيت لكلمه هنا مصر هتلاقي كلمه مصر هنا فيها كل الالوان. لو بصيت هنا كلمه لعيد الام هتلاقي عيد الام فيها كل الالوان متداخله مع ايه؟ متداخله مع ايه؟ مع ايه؟ مع بعضها. بصوا معايا كده، شايفين ده اسمه النتش. شايفين؟ ها من اول كده كبير وايه؟ ها شايفين؟ ها نتش كبير ونتش صغير. كبير، ها شايفين؟ كبير، ها شايفين؟ كبير وصغير. والكلام ده احنا بنتعلموه على طول الايه؟ الترم. وبعد كده اي لون تاني شايفين؟ واطلعه من قلب الاولاني. شايفين؟ ها اطلعه من قلب اللون ده اسمه التداخل. يبقى اول لون كان اسمه النتش، بعد كده عملت تداخل. التداخل ده عمل لي ايه؟ ها نتش تاني. ها عمل لي نتش تاني. اجي جايب اللون اللي بعد كده ها ومطلعه من قلب الايه؟ ها الاولاني بالشكل ده. ها عمل لي برضو ايه؟ نتش. شايفين؟ انا بخش على اللون، ما بسيبش فراغ بين اللون الاولاني والايه؟ والتاني. شايفين؟ بالمنظر ده. اجيب اللون التالت ها وابدا. شايفين؟ اطلعه عمل لي برضو ايه؟ ها عمل لي نتش برضو بالمنظر ده اهو. شايفين؟ بالمنظر عمل لي ايه؟ نتش برضو. اجيب اللون اللي بعد كده ها وليكن ده وابدا اقفل ايه؟ ها وابدا اقفل الحرف التاء مثلا زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. وهنا اهو اللون اللي بعد ايه؟ اللي بعد كده عملت لون تاني، وهكذا اللون اللي بعد كده اهو. ها واتني ماشي. شايفين اللون الجديد اللي ظهر لما حطيت اللون على اللون؟ وابدا اتني ماشي لغايه لما اخلص الكلمه بتاعتي كلها بطرق النتش والايه؟ تداخل. يطلع لي النتيجه زي دي كده. يطلع لي النتيجه زي دي كده. شايفين؟ كله نتش وتداخل مع بعض. يطلع لي النتيجه زي دي كده. يطلع لي النتيجه زي دي كده. وهو ده الخط الهندسي، وهو ده وهي دي طرق التلوين اللي المفروض تتعلمها. ديت اهم حاجه في التربيه الفنيه، الالوان. اهم حاجه في التربيه الفنيه اللون. لان انا لما ببص الموضوع كده اول حاجه بتيجي عليها على عيني عليها اللون. اذا كان لونك حلو هتبقى الوانك حلوه، موضوعك حلو. ولو كان موضوعك والوانك وحشه هيبقى موضوعك وحش. طرق التلوين والخط الهندسي في موضوع التصميم الابتكاري لازم 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 يكون بالشكل اللي انا بقول لك عليه ده. غير كده هيبقى موضوعك وحش جدا 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 وهتاخد درجه وحشه. مشي بالخطوات اللي انا قلت لك عليها ده ها، وحاول تدرب نفسك. واي حد مش عارف يكتب اي حرف يكتب لي في الكومنتات تحت انا عايز اعرف حرف ايه، وانا هبعت لك ايه الفيديو بتاعه. واي حد عايز يكتب اي كلمه ومش عارف يكتب حروفها يقول لي برضه، وانا هظبطها لكم في فيديو جديد. اي حاجه انت عايزها اكتبها لي في الكومنتات وانا هشرحها لك واعملها لك بالايه؟ بالتفصيل، بحيث نحاول بقدر الامكان نغطي حروف كل اللغه العربيه بكتابه الخط الايه؟ الخط الهندسي. وده هو الخط الهندسي. واتمنى ان الناس كلها تكون فاهمه انا بقول ايه كويس وتركز في الفيديو ده لانه لازم يجي لك في الامتحان. وما تنساش لايك وفيديو وشير للفيديو عشان يوصل لكل حبايبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.